السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في قناة باختصار نيوز. تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد ضربة قوية بعد تعرض 3 من لاعبيه للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع النادي الملكي بنظيره أوساسونا ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني. وبعد مرور نحو 20 دقيقة على صافرة البداية، تعرض اللاعب رودريغو لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب ليشارك مكانه الدولي المغربي إبراهيم دياز. ومضت 10 دقائق فقط ليخسر ريال مدريد لاعبا آخر، وهو البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، حيث خرج محمولا وهو يخفي وجهه. وكاد فريق الميرينجي أن يفقد لاعبا ثالثا في الشوط الأول عندما سقط لوكاس فاسكيز على الأرض بسبب آلام عانى منها، إلا أن اللاعب عاد ليستأنف المباراة بعدما تلقى العلاج من الجهاز الطبي للفريق لعدة دقائق خارج أرض الملعب.